كريم نيفيا العلبة الزرقاء اللي كلنا عندنا موجودة في البيت، بس تعرفي ان استخداماتها مش بس للترطيب. الكريم ده ممكن يكون سر جمال بشرتك وشعرك كمان. خليكي معايا لانك بعد الفيديو ده مش هتقدري تستغني عنه ابدا. لو انتي اول مرة تشوفيني اهلا ومرحبا بكم. اشتركوا حالا في القناة بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك وتفعيل رمز الجرس على الكل، علشان دايما لما ينزل فيديو جديد تكوني اول واحدة تتفرج عليه. وفضلا حبايبي وليس امر لايك الفيديو. كريم نيفيا من اكتر الكريمات اللي بترطب بعمق. لو بشرتك ناشفة او بتقشر حطي منه بعد الشاور، هتلاقي نعومة ولمعان من اول مرة. الاستخدام التاني، قبل ما تنامي حطي طبقة منه على ايديكي وكعوب رجلك، والبسي شراب يكون قطن او جوانتي. الصبح هتلاقيهم ملمسهم ناعم زي الحرير. اما الاستخدام رقم 3، نقطة صغيرة على شفايفك قبل النوم، هتصحي تلاقيها ناعمة ومترطبة كأنك عملتي ماسك ترطيب. والاستخدام رقم 4، بعد الشيفنج او ازالة الشعر الزيادة بيبقى الجلد جدا حساس. كريم نيفيا بيهدي الاحمرار وهيقلل من الالتهاب. اما لو انت عندك اماكن غامقة زي او ناشفة زي الركب او الاكواع، استخدمي نيفيا يوميا، ومع التدليك البسيط هتلاحظي ان الجلد الخشن بدأ يختفي، وهتلاحظي الفرق كمان مع الوقت. اما الاستخدام السادس، وده يمكن من اكتر الاستخدامات الغريبة، قبل ما ترشي البرفان حطي نقطة من كريم نيفيا على المعصم او الرقبة، هيثبت معاكي ريحة العطر طول اليوم. الاستخدام اللي بعد كده هو برضو من الاستخدامات الحلوة جدا. بطرف صبعك كده خدي منه نقطة صغيرة جدا جدا جدا، وابدأي مرريها كده على أطراف الشعر بالليل، هيخليه أطرى شوية. وقبل النوم خدي منه طبقة خفيفة وزعيها على وشك. لو كانت بشرتك شديدة الجفاف هيغذي البشرة طول الليل وهيخلي ملمسها ناعم ومشرق في الصبح. لكن للأمانة منصحش بيه أبدا لو كانت بشرتك معرضة للحبوب أو دهنية أو حساسة، لأن في الحالة دي هيطلع معاكي حبوب، لأن زي ما احنا كلنا عارفين أن كريم نيفيا قوامه تقيل، فاستخدميه بحذر شديد. اما بقى لو انت عايزه جلو طبيعي من غير مكياج، هتاخدي منه نقطه صغيره من نيفيا ومسحيها على الخدود او حتى على الشفايف. اما الاستخدام العاشر والاخير، ودي حيله مش معروفه، كريم نيفيا بيرجع اللمعان للجواكت او شنط الجلد الصناعيه من غير ما يسبب اثر دهني. كريم نيفيا فعلا منتج بسيط بس فيه 100 فايدة. جربي الاستخدامات دي وقوليلي في الكومنت ايه اكتر حاجة جربتيها وعجبتك. ولو حبيتي الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من وصفات ونصائح الجمالية.